في حدود الساعة 8 من مساء اليوم وبالتوقيت المغربي حطت الطائرة الخاصة التي كانت تقل البعثة المغربية إلى برايا برئاسة السيد فوزي لقجعة رئيس جامعة الكرة رفقة مجموعة من أعضاء المكتب الجامعي. الرحلة التي انطلقت من مطار المنارة بمدينة مراكش وصلت متأخرة عن موعدها بساعة إلى المطار ببرايا. ونتابع مشاهدينا أجواء الوصول مع بعثة القناة إلى برايا. هكذا كانت مراسيم استقبال البعثة المغربية هنا بمطار العاصمة برايا. المنتخب الوطني الذي وصل متأخرا بما يقارب الساعة إلى مطار العاصمة برايا، حضور مختلف اللاعبين، وكان في استقبالهم رئيس اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم. لنتابع الطقوس التي ميزت وصول البعثة المغربية إلى مطار العاصمة برايا. كيف داز الاستعدادات الاخرانيه ديالكم في مدينه مراكش قبل المجيء الى برايا؟ مزيان الحمد لله، ان شاء الله ندوزوا هذا الماتش على خير وبخير ان شاء الله. راكم موجودين؟ ضروري 3 بوان ان شاء الله. ان شاء الله يكون خير. اسيدي بالتوفيق. كيما ديما نعطيها le premier déplacement avec Hervé Renard ici à Praia. Bah voilà, on vient d'arriver, on a bien travaillé depuis le début de la semaine. On a tous envie de réaliser un grand match. On a la chance d'avoir un grand entraîneur qui sait comment gagner en Afrique. Donc voilà, on espère qu'on va réussir à donner le meilleur de nous-mêmes et faire plaisir aux supporters. Vous sentez que vous êtes prêts aujourd'hui pour amener les 3 points de Praia? Ouais, en tout cas, on a bien travaillé. Comme je dis, on a tous conscience que c'est un match vraiment capital pour nous. Voilà, il y a le président, on a la chance d'être vraiment bien accompagné. Tout le monde veut le meilleur pour l'équipe. Et je pense que les joueurs sont conscients que c'est un match vraiment important. Bon courage, Mehdi. Merci beaucoup. Merci. شحال على السلامة، كيف داير الوصول ديالكم اليوم لعاصمة برايا؟ الحمد لله وصلنا مزيان وعلى خير الحمد لله. كيف داير التنقل المهم لأفراد الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم لبرايا، شنو الغاية منه؟ الفوز إن شاء الله. موجدين لي زانغريديون كاملين إن شاء الله؟ وإن شاء الله الحمد لله اللعابة يعني في كامل اللياقة ديالهم باش إن شاء الله يديروا شي نتيجة مزيانة هنايا في برايا. فيعني تنقل كان يعني كبدايه جديده، يعني المنتخب الوطني ان شاء الله في المنافسات الافريقيه الكل متجند، يعني لا جميع اللاعبين لا الطاقم التقني الحمد لله كلشي متحمس باش تكون بدايه ان شاء الله جديده من هذا الارض ديال كافير. Une grande victoire Inch'Allah parce que vraiment une grande confiance avec le nouveau sélectionneur maintenant. On pense vraiment à la victoire où Inch'Allah tout va bien se passer. Dima le Maghreb. On est très content de nos joueurs, de notre pays, de notre sélection. On espère de tout notre cœur qu'ils gagnent ويفرحوا بلادنا والشباب. وديما المغرب. وديما المغرب. ديما المغرب.